الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن، كما قال الصحابة رضي الله عنهم، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فعليكم بالجود يا أهل الجود ويا أهل الكرم ويا أهل الإنفاق، فإن هذا الشهر هو شهر الجود وشهر العطاء وشهر الكرم وشهر الإنفاق وشهر العطاء. فالله سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والإنسان إذا تصدق بصدقة فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه بها درجة، والله سبحانه وتعالى يبشر المتصدقين ويعطيهم من الأجر والثواب، والله سبحانه وتعالى به عليم. فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.